عاجل تشييع جنازة ضحايا حادث حافلة المسافرين بابن عباس بشار إقليم تبلبلة اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. في جو جنائزي مهيب جدا جدا شيعت بعد عصر اليوم جثامين 6 من ضحايا حادث المرور الأليم بمقبرة بشار. مراسم تشييع جنازة الضحايا حضرها كل من وزير الداخلية والجماعة المحلية والنقل ووزير الصحة وكذا السلطات المحلية لولايتي بشار وابن عباس. وكانت في جموع غفيرة من المواطنين كتير جدا جدا جدا، حيث قدم الوزيران التعازي لأهالي الضحايا. ربنا يا رب يصبرهم يا رب ويصبرهم على فراقهم، اللهم أمين يا رب. ربنا يرحم الضحايا، اللهم أمين، ويصبر أولادهم ويصبر زوجاتهم، اللهم أمين. دعواتكم ليهم في التعليقات إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.